واخيرا يا جماعه جوله في شقتي بعد فرش رمضان، ما اقولكوش على الانبساط والسعاده. بصوا كده، اول حاجه الدنيا ما شاء الله ما شاء الله منوره، وكفايه النظافه والترتيب. هنا انا حطيت زهريه، طبعا الزهريات دي كلها خلعت منها الورد وغسلته ورجعت ركبته تاني. بصوا راجع جديد كاني لسه شارياه، كانه لسه جديد اهو. شايفين؟ ولا عليه تراب ولا عليه نقط سودا ولا اي حاجه. اللي ما يعرفش اتغسل ازاي ممكن يرجع لطريقته في الفيديوهات اللي فاتت. بس وعملت بقى دفايه كده، قصيتها عملتها فرش للكنب، بس ما اقدرش استغنى عن فرش الكنب عشان خاطر الولاد. بس انا عندي غيار تاني، وان شاء الله على العيد هعمل كمان غيار باذن الله يعجبكم. حطيت بقى الكوشنات بالشكل ده، ودخلت اللون الاحمر بما ان هو طالع ترند في رمضان كده وزي القمر، فدخلته. وطبعا دول لايقين على رمضان قوي، كمان اللون ده حلو قوي. وكمان اللي هي كلمة رمضان كريم، دول احنا كنا جايبينهم من السنة اللي فاتت، موجودين عندنا، ما جبناش منهم حاجة جديدة خالص. عملت بقى هنا السفرة علشان ان شاء الله هنفطر عليها بإذن الله في رمضان. هعمل معاكم كمان ترتيب السفرة بإذن الله بإذن الله بإذن الله يعجبكم. حطيت هنا ستارة اللي هي بتاعت نجوم رمضان دي اهي، شايفين؟ تحفة جميلة، وبالليل وفي الإضاءة بتاعت بالليل بتبقى حلوة قوي قوي. ان شاء الله هحط لكم في اخر المقطع شكل الدنيا بالليل عامل ازاي، علشان يعني تنبسطوا معايا وتفرحوا معايا برضو بالجو بالليل عامل ازاي. انا دلوقتي بصور الجولة بالنهار، بس دي مشغلاها على طول نهار ليل، هي باينة كده، تحسوا كأنها نازلة. والحمد لله كان طريقة تركيبها توفيق من عند ربنا، لان هي كده كأنها فاهمين طايرة كده، مش باين هي متعلقة ازاي ولا في ايه، فحلوة قوي قوي اهي. بصوا بقى هنا في الجنب ده انا حطيت السفرة ليه بقى؟ عشان ان شاء الله نفطر عليها في رمضان ونعمل سفرة رمضان بشكل حلو قوي. فانا حطيتها، فرشت عليها بس مفرش اللي هو المكرمية ده اهو، وحطيت عليها الشمعدانات القمر دي اللي ان شاء الله نولعها واحنا بنحضر السفرة بتاعت رمضان اهي. وكمان ما شاء الله حطيت عليها اللي هي الزهرية دي، داخل فيها برضو اللون الاحمر. وكمان الفانوس، انا ما اعرفش ايه اللي جابه هنا، بس اكيد يعني اكيد حد من الولاد اكيد صلوحة. بس الفانوس انا كنت حاطاه هنا على جنب اهو، شايفين كده؟ الجنب ده طبعا حطيت عليه، بصوا ان شاء الله الجنب ده هنحط عليه حلويات، اي حاجه عاملينها، كوبايات، حاجات حلوه ان شاء الله رصة رمضان تعجبكم. والجنب التاني اهو العلب دي ان شاء الله نملاها بكل حاجه جميله، كلهم مغسولين ونضاف وزي الفل، عشان نبدا نحط فيهم حاجات رمضان الحلوه الجميله دي. وهنا بقى انا حطيت المفرش ده، وحطيت الزهريه القمر دي، وكمان حطيت هنا الراديو، بشغل الراديو على اذاعه القران الكريم، على اذاعه على الفلاشه. ساعات بشغل، بصي بالساعات كل يوم على الله لازم اشغل سوره البقره اهو، بصوا كل يوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس عشان ما يجيلناش حقوق بس طبع ونشر، لكن كل يوم اول ما بصحى اول حاجه اعملها ان انا بشغل سوره البقره. طبعا اللمباديره انا غيرت النور بتاعها زي ما انتم شفتوا معايا، وركبت لها النور اللي هو لونه اورنج تمام. وده شكل اهو السفره دي مبخره، ان شاء الله بقى نبخر مع بعض واحنا بنرص سفره رمضان ان شاء الله. النهارده الفيديو ينزل لكم وراها على طول. طبعا فرشت السجاد ده، طقم السجاد ده كان عندي، اللون بتاعه حلو وماشي مع الديكور اللي انا عاملاه وماشي مع جو رمضان، حتى الرسمه اللي فيه دي ماشيه الحمد لله مع جو رمضان. هنا بقى حطيت الثلاث كوشنات دول، وحطيت اللي هو الكوشن اللي عليه رمضان مبارك، ده كان عندي من زمان بقاله حوالي 2 أو 3. المهم دعبست كده في حاجتي وطلعت حاجات تنفع ان انا اقدم فيها في رمضان. الصينيه دي بقى قمر، انا ما بستغناش بصوا عنها وعن جمالها. بحط فيها بس الزرعه ده اهي، وبحط فيها طبعا ده بخور، ودي علب بخور برضو، وهنا دي مبخرة ان شاء الله نبخر مع بعض ونعيش اجواء حلوة قوي. بصوا بقى كده قولولي ايه رأيكم في الصالة، اساسا هي مبهجة من غير حاجة، دخلة الباب منورة وحلوة وزي الفل، اللهم لك الحمد. بس وهنا برضو السفرة بتاعتنا زي القمر اهو، شايفين؟ بس يعني ما عملتش حاجه زياده. نزلت الستاير غسلتها وركبتها تاني، كمان ركبت ستاره هنا الحمد لله على الطرقه اهي اهي.
ركبت ستاره هنا على الطرقه وبس على كده. شايفين بقى الجو تحفه تحفه، والنور ضارب لغايه جوه. تعال بقى ندخل جوه على الصاله اللي جوه، لان هي لها دور معانا هي كمان. البراويز دي ركبتها هنا. في ناس قالت لي الساعه ما تنفعش جنب البراويز، انا عارفه، انا مقتنعه باللي انتوا بتقولوه، بس انا ما عنديش حاجه تانية اعلق عليها الساعه، ولو شلتها نزلتها ممكن تتكسر او صالح يبوظها. عشان ما اعملش كده يعني فضلت انها اسيبها زي ما هي لحد ان شاء الله ما اشتري اللي هو بديل المسمار ده واثبت بيه البراويز اكتر. وفي نفس الوقت في حد قال لي بعيدي البراويز عن بعض، بس انا مش عارفه ليه حبيت ان انا اعملها كده قريبه من بعض. بس برضو انت هتدوي رايكم في الكومنتات، اي حاجه احنا ممكن نعدلها مع بعض. انا بسمع الكلام وبحب ان انا اخد راي اللي حواليا كده في الحاجه، يعني ما عنديش راي ديكتاتوري. بجد بجد الشكل الحمد لله انا راضيه عنه، والنظافه كمان راضيه عنها 100%. بصوا بقى، خلينا بقى ندخل هنا بعد ما ركبنا الستاير. بصوا كده قبل ما اخش جوه انا شيشت بس البلكونه شويه، شيشتها يعني وربتها حبه علشان اوريكم الجو وهو هادي او النور وهو هادي عامل ازاي. بصوا طبعا ما كانش ينفع ان انا لازم اوريكم، لان انا بالنهار ما ببقاش فاتحه قوي كده، ببقى مشيشه ساعات وفاتحه ساعات، لما عاوز نور قوي بفتح. بس ايه رايكم بقى في الاضاءه كده؟ الاضاءه كده جميله مريحه للاعصاب وحلوه، تدي كده بصوا راحه نفسيه وجمال، وكده الحاجه باينه اكتر. صح كده؟ كده الحاجه باينه اكتر وعارفه اصور اكتر. الاول كنت حاسه ان الشمس ضاربه جامد فمغطيه على التصوير، لكن كده ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين اهو. واللمباديره اهي، حد كان قايل لي انت جايبه اللمباديره دي منين؟ انا جايباها من اخر شارع الصاغه، هتلاقوا المحل في اخر شارع الصاغه. بصوا ايوه كده، ايوه كده، انا كده يعني ايه، حاسه ان انا عارفه اصور اكتر، فالاضاءه كده احلى بكتير. حتى اما تعملوا الجو ده بالنهار كده في بيتكم تحسوا براحه نفسيه. ان شاء الله مع رص السفره باذن الله تنبسطوا كمان اكتر واكتر. اهو هدوء هدوء كده، ربنا يجعل في بيوتكم كلها الهدوء والسكينه يا رب، اللهم امين. بصوا بقى، تعالى ندخل على جوه. انا هنا طبعا الطرقه اتنضفت وبقت زي الفل اهي، فيها الموتوسيكل بتاع صالح وفيها المكنسه. بصوا بقى، تعالى نخش على جوه كده. انا حطيت الترابيزه دي هنا، بس هي المفروض هنا، انا هوريها لكم في الحالتين. يعني انا دلوقتي هجيبها معاكم هنا، انا هكناها هنا دلوقتي علشان انا كنت لسه مخلصه بقى اللي هو خلاص. وحطيت الكنبه العربي دي هنا، جميله ومريحه في القعده وحلوه بشكل حلوه حلاوه يا ولاد. تقعدي تمددي ترتاحي واسعه، وبتاخد يعني بتاخد 5 تنفار جنب بعض. في كسوه الكنب دي انا اللي عاملاها لها. تعالوا بقى نقيد لكم النور كده اهو. بصوا الكسوة دي انا اللي عاملاها لها على ايديا من ملاية كانت عندي اهي. بصوا كده، فرشت هنا بقى الطقم اللي هو الرصاصي علشان يليق يعني اهو. والشاشة هنا هي شغالة. تعالوا بقى ندخل على المطبخ. المطبخ يا جماعة ده في رمضان يعني اعتبر بتقضي فيه معظم وقتك، فلازم يكون يليق بيكي. بصوا انا حاطه هنا الدباديب دي عشان صالح بيلعب بيها قدامي هنا لما يجي من الحضانه، هو ده السبب الوحيد. تعالى نقيد كده النور اهو. بصوا عملت فيونكه هنا وعملت فيونكه هنا اهو. انا مش عارفه انتوا شايفين شكلها ولا لا اهي. بس الفيونكات دي فكره حلوه، ان شاء الله هبقى اجيب فوط مطبخ الوان معينه اعمل بيهم فيونكات حلوه. دخلت المطبخ هنا، حطيت بقى السجاده ده اهي، وطبعا عندي المبرد اول ما ادخل، وعندي كمان التلاجة وجنبها الغسالات والحوض. الحمد لله كل حاجه في مكانها، كل حاجه مرصوص حلوه قوي. رجعت الميكرويف هنا، مش عارفه ليه هو مكانه هنا يا جماعه، حسيت انه هنا زنقني ومضايقني، وحطيت جنبه الاجهزه. ممكن حد يشوف الاجهزه دي زحمه، بس ان شاء الله قدام باذن الله باذن الله باذن الله ربنا هيكرمنا. هجيب وحده هنا في المكان ده، الوحده دي كده هتاخد بقى ميكروويف، وهتاخد حله الضغط، هتاخد الكاتل والمكنه بتاعت القهوه وكل حاجه ان شاء الله. عملت كمان اضاءه ورمه عشان تليق يعني مع حاجات رمضان، وطلعت البتوع الاتنين دول الكيوت القمر الحلوين. بصوا على حلاوتهم
علشان نحط فيهم الشوربة، العدس، الطبيخ على السفرة. بقى هنعمل سفرة تجنن. الاتنين دول كانوا جايين لي من الكويت يا جماعة اهو. وطبعا كل الظرف اترتبت من جوه واتلمعت واتنضفت. صحيح ما شاركتكوش كل الظرف، حتى كل الرفوف ما شاركتكوش كل الظرف لكن الصراحة اللي قدرت اصوره معاكم يعني صورته. بصوا كده، رصيت بقى الحاجات بتاعه رمضان اللي احنا هنقدم فيها وهنغرف فيها. حطيت كمان هنا الكوبايات والبولات والحاجات الحلوة دي اللي احنا هنعمل فيها مع بعض. وتحت هنا اهو الأجهزة. الركن ده لوحده كده جمال والله العظيم. هنا بقى الركن ده لميت فيه كل مستلزماتي، سواء ازايز الزيت، سواء الحاجات دهيت، البراد، البرطمان بتاع المخلل، والستاند ده عملته للتوابل. حلو قوي وجميل وزي الفل. بصوا بقى تعالوا هنا، ده البوتاجاز اهو، عملت عليه فيونكة الحلوة دي. استنى عشان هي مش معدولة قوي اهي. ونقع هنا بقى غلة عشان نعمل بليلة لرمضان نفرصها. نقعها من امبارح. بصوا ما شاء الله تبارك الله، بدأت ان هي حجمها يتضاعف وتزيد. ان شاء الله نسلقها مع بعض. هنا بقى في الفرن عملت ايه بقى؟ عملت لبن رايب. هدخله كله التلاجة دلوقتي من امبارح وهو بايت في الفرن. ان شاء الله يدخل التلاجة دلوقتي يكون مسك، ناكله مع الاكل على الفطار، ناكله على السحور. الصراحة بيبقى حلو قوي. تمام. هنا بقى الرخامة خليتها فاضية تماما. بصوا دي كانت لسه طالعة من غسالة الاطباق فانا مشلتهاش، كنت سايباها تنشف شوية. انا هشيلها دلوقتي اهو. كل الظرف اللهم لك الحمد مترتبة وكل حاجة في مكانها. الرخامة دي اتغسلت كويس قوي. دي دخلتها غسالة الاطباق، اتغسلت وبقت زي الفل. ركبت ليد هنا بدل اللي باظ اهو. ما بقدرش. بصوا الليد هنا على الحوض او الليد تحت دولاب المطبخ عموما ما تستغنيش عنه. قد ايه المكان بيبقى منور وحلو وانتي واقفه تغسين مواعين كده يفتح نفسك. بصوا كده هوريكم حاجه. لو انا فصلت الليد ده، شايفين؟ بصوا في اكتئاب في الموضوع صح؟ لا يعني بهجه. بصوا الفرق بقى. لا 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 لا، تنور لك كده الدنيا. طبعا هنا انا حاطه الستاند اللي عليه الحاجات. الصوانه بتاعتي اللي انا هستخدمها حطيتها هنا فوق الغسالات. وده الباسكت بتاعي عزكم الله. وفرشت بقى هنا السجاده القمر الحلوه ده اهي. دول اللي بصوا خاطفين قلبي كده خطف. حطيت هنا الطقم ده، غسلته طبعا، فضيت كل اللي فيه، رحت غسلاه وحطيته تاني مكانه اهو. بقى اجيب لكم الترابيزه دي هنا واوريكم الجمال. القعده هنا يا جماعه بصوا جميله. اقعد بقى اقشر بطاطس، اقطع طماطم، اعمل اي حاجه. بصوا نقلت بقى الترابيزه هنا اهو عشان اوريكم. اهو الواحد يقعد يتسحر يفطر. حطيت حاجه بيضه تحت المفرش زي ما انتوا قلتولي، وحطيت دي ان شاء الله نعبيها بقى تمر وحلويات وحاجات جميله كده اهو. وده المكان اللي انا بحبه. بصوا بقى اقعد بقى هنا اعمل فطار، احضر حاجه براحتي خالص اهو. انا مستنيه رايكم في الكومنتات وبجد مبسوطه قوي قوي. والحمد لله يا رب ان انا قدرت اخلص قبل رمضان كل حاجه، وكل حاجه تبقى في مكانها ومترتبه. انا نسيت ضرفه الدولاب مفتوحه دلوقتي اقفلها. المهم ان كل حاجه في مكانها اهو. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس والطرقه بقى اهي. طبعا اوض الولاد واوضتي يعني عشان فيها ناس وكده مش هينفع اصور، لكن ان شاء الله انا ما عملتش فيهم اي تجديدات. انا نضفتهم بس عشان كده ما صورتهمش، لكن ان شاء الله على العيد هنعمل فيهم حاجات حلوه قوي. بصوا كده اهو. هستنى بقى رايكم في الكومنتات. وتعالوا بقى كده اوريكم مقطع والدنيا ليل كان الجو عامل ازاي هنا في الشقه.
بصوا بقى ده شكل الدنيا بالليل على الحلاوة بقى والجمال والفرحة وفرحة رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. وشكرا على الجولة الحلوة دي اللي انتوا اتفرجتوا عليها معايا، وان شاء الله يكون كل الحاجات اللي انا عملتها على قد ما قدرت عجبتكم، وباذن الله يكون الجو احلى واهدى. الاضاءة في اول الفيديو عشان النور كان قوي جدا ما كانش مبين قد ايه الحياة جميلة وهادية، لكن بصوا تعالوا كده بالليل في الجو الهادي او اما تضلمي الدنيا، جو كده شاعري، جو كده حلو قوي، فيه هدوء وسكينه وراحه. تقعدي كده شويه فنجان القهوه بتاعك وانت مرتاحه ومبسوطه، فاللهم لك الحمد على كل شيء يا رب. زي ما انتم شايفين الجو كان حلو قوي، وكمان يعني انبسطت ان انا خلصت كل حاجه قبل رمضان، وان انا كمان عملت الحمد لله لبن رايب يعني وهعمل كمان ان شاء الله زبادي لتاني يوم، وهعمل باذن الله كل حاجه حلوه. هنحضر معاكم كمان تحضيرات اول يوم رمضان، استنوا الفيديو ده ان شاء الله. الفيديو اللي جاي هنحضر معاكم رص السفره، هنحضر معاكم رص السفره كمان ايه تحضير السفره من قبل رمضان بيوم، عشان اللي عايز ياخد افكار او يعمل اي حاجه زيها يعني. وان شاء الله رمضان قدامنا طويل، اللي تشوفوه ساعتها تعملوه، مش لازم حتى لو ما بداتيش قومي ابداي من دلوقتي وجهزي رمضان من دلوقتي. قضي اول يوم رمضان عادي خالص لو كنتي كان عندك ظروف وما عملتيش حاجه، وابداي من تاني يوم رمضان ترتيب في شقتك وتوضيب وتزيين، وان شاء الله يومين 3 في رمضان كده وتلاقي نفسك خلصتي وتبداي برضو رمضان معانا. في كل الاحوال ما تيأسيش، وقومي ابدأي وشوفي وافرحي ببيتك وبحياتك وبولادك اللي بيكبروا قدامك، وبصي كمان للايجابيات الحلوه اللي في حياتك، وسيبك من اي حاجه سلبيه. الجو هادي ولطيف ايا كان، لو انت حتى مش عارفه تجيبي اباجورات غاليه، لمبادره غاليه، مش عارفه ايه غاليه، حتى لو مش قادره تجيبي فرع النور، كفايه قوي انك تجيبي دويل زي ده، زي اللي متعلق في الحيطه ده، دويل بلمبه، دويل بفيشه بتجيبيه سعره 10 جنيه، ما هواش غالي ابدا، وهتركبي فيه لمبه يكون لونها هادي كده وحلو، الاضاءه الاورنج او الاضاءه الصفراء، وهتركبيها هتديكي جو حلو في البيت وجو هادي. يعني مش لازم بالحاجات الكتيره ولا الغاليه، المهم ان انت تعملي جو لنفسك كده ببيتك. ابداي من دلوقتي عشان تصلي وانت مرتاحه وتقعدي وانت مرتاحه. يا رب كل لما خلصتي يخلص، وكل اللي جاي وداخل عليه رمضان وهو تعبان او في محنه او لا قدر الله في مستشفى او لا قدر الله في كرب، ربنا يفكها عليه ويفك كربه ويجمعنا ان شاء الله في كل خير يا رب. اللهم امين يا رب العالمين يا رب. يدي كل واحد على قد ضميره ونيته. بصوا بقى كده الستاره بتاعت النجوم ظاهره في الترابيزه، تخيلوا. فما شاء الله ربنا يكتب لنا كل الخير يا رب وكل السعادة، وكل سنة وانتم منورين بيوتكم، كل سنة وانتم فاتحين بيوتكم بالخير، كل سنة وبيوتكم أحلى من السنة اللي قبلها، وحياتكم أجمل وحياتكم أحلى. دي بقى الإضاءة القوية اللي هي مش بنحتاجها كتير الصراحة. أنا بميل قوي للإضاءات الهادية. ومع ألف سلامة، وإن شاء الله استنوا الفيديو اللي جاي.